معانا الدكتور حسن الزاوي، خبير اعلامي واستاذ تكنولوجيا الاتصالات، ومعانا الطالبه، او انت اتخرجتي خلاص قلتي لي، ريهام عادل، هي طالبه كنت في كليه اعلام وتخرجتي وعملتي ماجستير كمان. في الماجستير ده وخلصتي ماجستير؟ لا لسه ببتدي فيه. تمام. اهلا بيكم. وانا احب ابدا بالفكره الاول دكتور حسن، فكره انك انشات قناه راديو وتلفزيون على النت وبتدرب فيها خريجي او طلبه الاعلام. الفكره هنا حلوه في ايه؟ ان انت بتحاول توجد عندهم وتزرع مفهوم ان ما تستنوش في البيت قاعدين منتظرين الوظائف الحكوميه. حاولوا تتحركوا وتعملوا حاجه وتدربوا نفسكم، علشان القعده في البيت كمان بتؤدي للصدأ في النهايه. ف يعني عايزاك تكلمني عن القناه دي، هم تدريبيه ولا هي فعلا تعتبر عمل ليهم وفي مرتب او في اي عائد مادي ليه؟ هي في البدايه الفكره بدات من مشروع بعمله معاهم اثناء ما انا بديهم المحاضرات في الكليه، وبعد كده المشروع دوت نجح ولقيت شباب كتير قوي بيلتفتوا اليه، والجميل ان هو بيطلع منهم كل قدراتهم. يعني هو بيطلع منهم المعد، وبيطلع منهم المذيع، وبيطلع اللي بيكتب كويس وبيكتب، والمراسل، وبيطلع منهم كمان اللي بيمنتج. يعني حتى لو قدراتك ومواهبك مش واضحه قوي بالنسبه لك، بعد التدريب ده كل واحد بيبقى عارف يتوظف فيه. بيسقلوا وانا بعمل لهم اختبارات، فبطلع كل واحد في الحاجه المناسبه، فبيتواصلوا مع بعض. بعد كده هو قلنا الله، طب ما نكمل مع بعض الموضوع دوت حتى بعد ما نتخرج، ونعمله على النت، يبقى حاجه موجوده تجمعنا مع بعض كلنا، ومن خلالها بيتدربوا عليها وبيعملوا شغل كويس. الشغل بقى مش مجرد تدريب، التدريب كان ايام الكليه وتخرجوا وخدوا عليه تقديرات، لكن بعد كده هوت بيتعمل شغل بروفيشنال، شغل احترافي. يعني مذيع بتقدم برنامج بجد، بيتمنتج صح، بيكتب كويس، كل ده بيتم من خلال المتابعه والاشراف. ممكن اخد فكره من ريهام عن نوعيه البرامج؟ يعني انا اعرف ان انتوا فعلا شغل بروفيشنال زي ما بيقول دكتور حسن. انت بقى مذيعه ولا معده ولا مونتيره ولا ايه؟ لا انا مقدمه برامج ومعده، انا عملت اعداد لبرنامج ومعايا برامج تانية انا كنت مقدمه ليها. ايوه. في عندنا كان برنامج ثوره بنات، ده كانت فيه معانا معده تانية هي اللي عاملاه، انا دلوقتي بقدمه، وكان بيتكلم عن كيفيه معامله البنت بطريقه كويسه من الاهل ومن الناس اللي حواليها. في ناس كتير كانت بتظلم البنات، فازاي تعامل البنت دي كويس، ازاي ده سيمي دراما بقى ولا ايه؟ لا هو ولا مش برنامج؟ لا هو برنامج بنوجه فيه الاباء. يعني هو مش بيخاطب الشباب، مش بيخاطب البنت نفسها، بيخاطب اهل البنت دي ازاي تعاملوها كويس. ايوه. بالنسبه للبرنامج التاني كان اسمه عيشها صح، كنا بنتكلم عن ازاي تعيش حياتك صح، وازاي تبتدي يومك من اول ما تصحى لحد ما تيجي تنام من غير ما تعمل اي حاجه غلط في حياتك، ازاي تتعامل مع ربنا، ازاي تصلي، يعني تقصد ازاي تستمتع بحياتك، ومش مش معنى ان انت تستمتع وتعيش حياتك وانت مستمتع ومبسوط ان انت بتعمل حاجه غلط. انت ممكن تعملها من غير اي ازاي تقسم وقتك من اول ما هتصحى تعمل ايه، هتصلي امتى، هتاخد صلاتك دي في قد ايه، ازاي تعبد ربنا، وازاي تقرا قران، وفي نفس الوقت انت عايش حياتك اللي انت عايزها. جميل جدا، وافكار فعلا جميله. في برنامج تاني كنت انا اللي كاتبه الاعداد. طب قبل البرنامج الثالث عايز اسالك سؤال. انت دلوقتي درستي في كليه اعلام، انا دايما كنت بقول يعني ان عندنا فجوه بين اللي بندرسه، مش بس في اعلام، انا في مناهج التعليم، النظام التعليمي عندنا في مصر، بين اللي بندرسه وبين لما نيجي بقى ننتقل بقى لسوق العمل، بقى متطلبات سوق العمل، وان انا عايزه اطبق، بلاقي هنا انا ما استفدتش تقريبا من الدراسه. كبيره جدا، انا كاني ببدا وكاني ما درستش وكاني، فمش كده حضرتك؟ تماما، هو دي المشكله، ان هم بيبقوا بيدرسوا نظريات، بيدرسوا حاجات عظيمه وجميله جدا، لكن بيبقوا بعيده جدا عن التدريب العملي والواقعي. ده بالاضافه كمان ان الكليه ما فيهاش كمان استوديو، فما بقوش شافوا استوديو كمان، يعني ما دخلوش استوديو غير الناس اللي انا بقدر اجيبهم امرنهم في التلفزيون، او بجيبهم يتمرنوا في يعني اماكن الاعلام المختلفه زي المدينه او زي مبنى الاذاعه والتلفزيون. غير كده ما فيش استوديو في الكليه، فبنحاول بقى ان احنا نعمل فيرتشوال استوديو. فبكلمت العميد وخدنا قاعه مجهزه بشكل معين، وبنقدر من خلال القاعه دي بنعمل فيها البرامج بتاعتنا، وبنعمل فيها كمان دراما. احنا بنعمل دراما بجد، بنعمل فيها حاجات جميله جدا وبيطلع شغل حلو. فدي بتطلع بقى القدرات. يعني ناس ما كانوش يعرفوا عن نفسهم ان هم ممكن يأدوا ادوار معينه في الدراما، ولما اتعرض عليهم الحاجات ديت وكلفتهم بيها وعملوها، فرحوا جدا ان عملوا. حتى لو حضرتك المشروع ما اتطورش واصبح ليه العائد المادي ليهم، هو كده بيبقوا مجهزين لسوق العمل. انت عندك خلاص سي في، انت عندك خبره، تقدر بمنتهى الثقه. وانت يا ريهام اكيد
بعد تجربتك حاسه ان انت بثقه اكتر. ولما تقول انا عندي قناه على النت والقناه دي ليها برامج اسمها كذا وكذا وممكن تخش تسمعها في اي وقت، هي ده لوحده دوت سي في ليها. انا بحاول اقدمهم بالشكل دوت. تمام. انت كنت هتقولي على فكره برنامج ثالث؟ كان اسمه سر الاله. البرنامج ده انا اللي كنت كاتباه، وباذن الله انا اللي بعمل التقديم بتاعه. هو بيتكلم عن الالحاد والديانات السماويه عامه، مش بتكلم على دين معين. ايوه. كنت جايبه الفكره بتاعت البرنامج من كتاب اسمه الدلائل الماديه على وجود الله بتاع الشيخ محمد الشعراوي. ايوه. هو البرنامج في اول حلقه كنت كاتبه عن في اسئله كتير الملحدين بيطرحوها على الناس واحنا مش عارفين ردودها، فانا فكرت ان انا ممكن اجيب شيخ يتكلم عن الفكره. شيخ هقول له الاسئله دي وهو يرد من وجهه نظر الدين الاسلامي، واجيب قسيس مثلا يرد من وجهه نظر الدين المسيحي، بحيث ان احنا نبقى عرفنا وجهه نظر الاديان السماويه في فكره الالحاد عامه، او في فكره الديانات المبتكره اللي هي زي الابليسيه والبهائيه والديانات اللي طلعت دي. ايوه. فهم كانوا طبعا بينفوا اصلا وجود ديانات سماويه عامه، فانا حبيت ان انا الاول اعرض الافكار دي او الاسئله اللي هم بيضحكوا بيها على عقول الشباب، بحيث ان يبقى الرد جاهز. الشاب لما يجي حد يساله على حاجه يبقى هو عارف ازاي يرد، لان انا شخصيا تعرضت لده وما عرفتش ارد، فحبيت ان انا ادور في الموضوع واعرف الشباب اكتر. جميل قوي ان الشباب بيحسوا بالشباب وبافكار الشباب وبمشاكلهم، فاكيد انت لما تخاطبيهم، وانت برضو معاكي اكيد مجموعه كبيره من الشباب حواليك، فلما تخاطبيهم وتخاطبي المشاكل بتاعتهم هتبقي اقرب لهم قوي. اكيد. وغير كده انا ملاحظه ان برامجكم كلها افكار جديده وفي مساحه حريه. يعني احنا ما عندناش حاجه ممنوعات، الا الضمير هو اللي بيمنعه، لكن الضمير يعني الاخلاق نفسها اللي بتمنعه. لكن اي حاجه، اي نقد سياسي اجتماعي احنا بنتطرق اليه، ومواضيعنا مختلفه في كل حاجه. يعني بنتكلم في مشاكل خاصه بالبنات، مشاكل البنات في الجامعه، بنتكلم على مشكله البطاله، بنتكلم على مشاكل سياسيه، بنتكلم على حاجات. في برنامج اسمه خزعبلات. ايه هي الخزعبلات المشهوره اللي احنا كلنا عاداتنا وتقاليدنا دايما في دماغنا، كمان في المناطق الريفيه والعشوائيات، وكل لما كان التعليم اقل كل ما الخرافات والخزعبلات بتزيد. ناقشناها في البرنامج وقلنا اصلها وفصلها جت منين. مهم قوي قوي ان يعني الجميل في المشروع حتى لو ما كبرش قوي يعني التواصل لكن كمان المهم قوي ان حضرتك عملت خطوه جديده، خطوه ايجابيه. احنا عارفين وكان في لسه قرار النهارده ان التوظيف في الحكومه سيتوقف سنه يعني او صعب جدا. فمهم جدا ان كل واحد عنده فكره، وما اعتقدش انها فكره مكلفه حضرتك ماديا. ابدا يعني جهاز كمبيوتر ومعانا برامج محترفه شويه، وبنقدر نعمل سيرفر ونعمل لها ابلودنج على النت، وناخد موقع من المواقع الفري كمان، اللي احنا بنحجز موقع من المواقع الفري وبنحط فيها البرامج بتاعتنا، وبنعمل لها بلاي ليست عشان البرنامج ده يجي الساعه كذا والبرنامج ده يجي الساعه كذا. ومعروف ان في نسبه ارباح كل لما اتعمل ليها شير على معروف ان دي بيبقى ليها نسبه ارباح. وعاملين كاونتر عشان نعرف عدد الناس الزائرين والتواصل معاهم، ولما بيوصل لعدد معين بيجي لنا ناس يعني يدعموا الامر ده، سبونسر او يجي يعلنوا عنها، فطبعا ممكن تسبب كمان ربح. ايوه. انت شايفه ان ممكن عن طريق برامجك دي فعلا تحققي الهدف الاساسي من الاعلام، خدمه المجتمع، تخدمي المجتمع؟ اكيد طبعا، اللي عنده هدف لازم يسعى عشان يوصل له، فهو ده السعي اللي احنا بنعمله دلوقتي، هو ده السعي. طبعا باشمهندس حسن ساعدنا كتير جدا في ده، لان احنا اصلا يعني دراستنا النظريه ما كانتش تاهلنا لسوق العمل خالص. أيوة. فانا لما ابتديت ان انا اتعامل بقى مع راديو بجد، ابتديت اجرب ان انا اكتب سكريبت، ابتديت اجرب ان انا اقف واسجل، اتعلمت ازاي منتج كمان الحاجات دي مع دكتور حسن. يعني هو كان بيعلمنا التدريب العملي نرجع نقول مهم جدا، يا ريت نطبقه حتى في مناهج تعليمنا. بنشكر حضرتك دكتور حسن، بنشكرك يا ريهام، وبالتوفيق يا رب، وهنتابع معاكم مشروعكم ان شاء الله يبقى مشروع كبير ويكبر باذن الله. نشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، والى اللقاء ان شاء الله يوم السبت القادم مع نفس فريق العمل.